عندي ليك خبر حلو وخبر وحش. عارف لما يحصل موقف بينك وبين صحابك وانت تقوم الدنيا ما تقعدهاش وتقرر تقطع علاقتك بيهم وكل صحابك يقولوا لك انك اوفر؟ الخبر الحلو اللي هو انت مش اوفر، لكن الخبر الوحش انت تقريبا كده عندك اضطراب الشخصيه الحديه. هو انت اصلا عارف يعني ايه شخصيه حديه؟ الشخصيه الحديه دي مش معناها ان الشخص اللي عنده الاضطراب ده شخص عصبي او مش طايق نفسه او مكبر الموضوع، بس انت تعرف ان فعلا الموضوع كبير. هي الشخصيه الحديه دي معناها ان الشخص ده بيعيش في تقلبات حاده في مشاعره، يعني مزاجهم كده يوم فوق ويوم في سابع ارض ودول بقى في الغالب اغنيتهم المفضله الدنيا زي المرجحه يوم تحت وفوق. ما بيكونش قادر يعيش في توازن بين مشاعره وقراراته. مش بس كده، الشخص ده ممكن يحس انه متخلي عن نفسه او حتى مفيش حاجه تستحق انه يعيش اصلا. يعني ببساطه هو دايما على الحرف، يا يفرح اكتر واحد في الدنيا يا يزعل كانه اكتر واحد زعل في الدنيا، وفجاه بعد ما الدنيا كانت بامبي الدنيا تسود في وشه. هو دايما بيحس بالمشاعر قوي ان كان فرح او زعل. انا دلوقتي هقول لك على كام علامه لو ظهروا يبقى الشخص ده عنده اضطراب في الشخصيه الحديه. يعني زي مثلا تقلبات المزاجيه الحاد، يعني يوم يكون فرحان جدا وكله طاقه وحيويه وبكره حاسس انه مش قادر يقوم من سريره وملوش مزاج يعمل حاجه وانطفى خلاص. الاحساس بعدم الاستقرار في العلاقات، يعني يوم يحب وقادر يدي عينه للي بيحبه وشايف الدنيا بامبي خالص وبعدين فجاه بيبقى عايز يختفي ومحدش يعرف عنه حاجه وعايز يقطع علاقته بكل اللي حواليه. لو شفته في الساعه دي تحس انه عمره ما حبهم ولا قابلهم قبل كده. الخوف الشديد من ان حد يسيبه، لو جاله بس مجرد احساس ان اللي قدامه ده هيسيبه ممكن يبدا يتصرف بطريقه مش متوقعه ويعمل اي حاجه في الدنيا عشان الشخص ده ما يسيبوش. بس الشخص اللي عنده اضطراب ممكن يسيب اي حد فجاه عادي وعنده شماعه لكل شيء، والشماعه هي ظروفه. تلاقيه فجاه كده صرف كل اللي في جيبه في لحظه روقان او ياخد اي قرار متهور فجاه. يعني في لحظات كده مش بيفكر بعقله خالص وبيدب وزي ما تيجي على راي عادل امام احنا هنضبش. تعرف ايه اللي ممكن يوصل شخص انه يبقى عنده اضطراب في الشخصيه الحديه؟ مفيش حاجه في الحياه بتيجي من فراغ. الموضوع ده كله ليه اسباب، والسبب في اضطراب الشخصيه الحديه مش حاجه بسيطه او مش مجرد ان حد مش في المود وبيتعامل على حسب مزاجه. اي حد عنده اضطراب البيئه اللي اتربى فيها بتكون سبب رئيسي في ده. تعرف ان ده ممكن يبقى سبب في تدهور توازن المشاعر لما بيكبر. لو مريت بتجارب صعبه في طفولتك زي العنف او الزعيق المستمر ده بيكون سبب في تدهور الاضطراب ده. تفتكر ده بسبب تربيه ماما وبابا؟ الحقيقه ان ده مش بالظبط، هو ده جزء بس مش السبب كله. في عوامل تانية كتير للموضوع ده زي الجينات مثلا. يعني لو في العيله عندك في حد عنده اضطراب نفسي ده بيخلي في احتمال كبير انك تبقى عرضه للاصابه بالاضطراب ده. فلو حسيت في وقت من الاوقات ان عندك المشاعر دي او حد في حياتك عنده الشخصيه الحديه مش عايزك تكون مستغرب، لان في كتير عندهم الاضطراب ده هم ما يعرفوش هم ليه بيحسوا كده. ازاي بتاثر الشخصيه الحديه على العلاقات؟ في العلاقه مع الاشخاص اللي عندهم الشخصيه الحديه تلاقيه يوم حبيبك وبيموت فيك ويوم تاني مش طايق يتكلم كلمتين على بعض. ممكن تبقى معاه والدنيا تمام وواقف جنبه ومع بعض عديتوا حاجات صعبه كتير، بس مجرد ما يجيله احساس ان انت هتسيبه بيسيبك هو وبيبعد عنك. فتسال نفسك هو انا عملت حاجه؟ انا عملت ايه عشان يحسسك ان انا هسيبك؟ بس هو عنده قناعات ان هو اكيد انت هتسيبني برضه. معلش بقى، هي العلاقات دي مش سهله ابدا. يعني انت لو في علاقه مع شخص عنده الشخصيه الحديه هتحتاج تفهم انه مش ضدك، هو اكتر واحد ضد نفسه، بس هو ممكن يكون مش فاهم ده. ازاي تتعامل مع الشخصيه الحديه؟ اول حاجه ما تتعاملش لا بهزر طبعا. في ناس في حياتنا ما نقدرش نلف ظهرنا ونسيبهم. هقول لك على كام حاجه ممكن تقدر تساعدك وتساعد الشخص ده. اول حاجه انك تكون صريح 100%، ودي كلمه السر. لازم الشخص ده يحس انك انت موجود في اي وقت وقادر تسمعه في اي وقت وعندك طاقه ليه. لكن للاسف في العلاقات دي لازم تحط حدود عشان ما يحصلش تجاوز عليه وعلى وقتك وحياتك لو انت مش قادر تتحمل. للاسف في العلاقات دي بتكون مضطر تتعامل مع التقلبات المزاجيه. من الحاجات اللي لازم تعرفها عشان تتعامل مع الشخص اللي عنده اضطراب التقلبات المزاجيه. لو حسيت ان الشخص ده مزاجه بيتغير بسرعه حاول تكون هادي. انا عارف ان ده مش سهل، هي الفكره انك بس تخلق جو من الامان العاطفي. لازم هو يحس ده. في النهايه لو كنت حاسس او عارف ان في حد في حياتك عنده الشخصيه الحديه في طرق كتير لعلاج الاضطراب ده. المهم انك تكون فاهم وعارف ازاي تساعد نفسك وتساعد غيرك. بس صحيح قول لي، لو انت في حياتك حد عنده الاضطراب ده تختار انك تساعده ولا تبعد لحد ما يبقى كويس وتدعي له من بعيد لبعيد؟